تتفق أو تختلف مع أحمد شوبير، ده لا يتعارض مع حقيقة ثابتة إن هو ناظر الإعلام الرياضي في مصر، وإن هو اللي ابتدى وأسس الميغا اللي إحنا عايشين فيها دي، وال15 20 برنامج رياضي اللي بيهلوا علينا كل يوم الساعة 11. لولا شوبير كان زمانهم كلهم بيشتغلوا في برامج طبخ أو مسابقات. شوبير لما اتغدر بيه من اون زمالك سبورت لأن طول عمره شوكة في ظهر الزملكاوية، وألغوا التعاقد معاه بحجة إنه اخترق الأكواد الإعلامية، في حين إن واحد اخترق البيوت كلها وسمعنا يوميا ألفاظ يعاقب عليها القانون ومحدش جرؤ حتى يقول له كفاية أو خف شوية. ده غير كمية التطاول والتدليس والفتنة اللي بنشوفها يوميا ومحدش برضه بيقول لهم حاجة. المهم إن الضربة اللي وجهتها اون زمالك سبورت لشوبير ردت في صدرهم. الراجل راح قناة الأهلي وخد معاه جمهور الأهلي والإعلانات والمتابعة والشهرة والصيت وكله، وسابهم في قاع الإعلام مع إبراهيم عبد الجواد اللي آخره يبقى مراسل، ومحمد الليثي اللي كبيره يقرأ نشرة 6، ومذيع المسافة الواحدة من الجميع وبص في ورقتك والأهلي حلو والزمالك حلو وماما حلوة. القناة حرفيا محدش بيتفرج عليها إلا وقت الماتشات وبالإجبار، وأول لما الماتش بيخلص أو حتى بين الشوطين كله بيحول على قناة الأهلي، ولا بقى فيه متابعة ولا إعلانات على أكبر قناة رياضية في مصر، وبقت عاملة زي قنوات النيل بالظبط، شوية موظفين بياكلوا عيش ومستحيل حد يتفرج عليهم. وفي محاولة يائسة لإنقاذ القناة هيعملوا برنامج يومي لميدو مداميدو علشان يسهل كده ويعلي الريتش على القناة. تفكير بره الصندوق برضو، بس نصيحتي خلوا البرنامج الصبح علشان بس نفهم هو عايز يقول ايه. عموما القناة للمرة التانية بتراهن على جمهور الزمالك لأنها خسرت جمهور الأهلي، والمتغطي بجمهور الزمالك عريان، واللي يخسر جمهور الأهلي يخسر كل حاجة، ويبقى عامل زي اللي بيقف قدام القطر. واوعى القطر يا عم الحاج، ناس ما عندهاش دم.